يا مساء الفل والانوار على احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. جايلكم النهارده بفيديو من العيار التقيل، الفرايد تشيكن، اللي هو بصوا اي حد بيحبه، اي حد مهما كان مين بيعشقه كده عشق. النهارده جايبالكم ريفيو عن محل فعلا من انضف واحلى المحلات اللي ممكن تدوقي فيها الفرايد تشيكن حقيقي، وده عن تجربه انا مريت بيها وانا دقته بنفسي، ومش بتكلم كده وخلاص. وانتوا عارفين انا ما بنزلش اي ريفيو او اي وصفه على القناه عندي انا لما بكون مجرباها، وانتوا كمان بتجربوها وبتشوفوا قد ايه حاجاتي حلوه وناجحه. النهارده برضو الريفيو بتاعي ده لو حد راح المطعم هيدعيلي، انا واثقه متاكده من كده. وخصوصا ان الاسعار بتاعته حاجه مش مفيش وجه مقارنه بينه وبين اسعار الفرايد تشيكن في مصر. هي اسعاره في متناول الايد، اسعاره رخيصه جدا على الكواليتي اللي بيبقى متقدم، والحاجه ونظافتها وطعمها ومذاقها زي ما انتوا شايفين. الصور بتتكلم عن نفسها، كل الصور دي حصرية من قلب المطعم. شايفين السندوتشات الكومبو دي، حاجات كده يعني كل الترندات موجودة عنده. البطاطس اللي بالجبنة، نافورة الجبنة، عايزة تعملي عيد ميلاد، وكمان لو عايزة تعملي عيد ميلاد لمامتك، لأختك، لبنتك، لابنك، متاح كمان ان انت تعملي عيد ميلاد هناك. وعلى استعداد كامل باستعدادات الاعياد ميلاد، اغاني بقى وهيصلك الدنيا. حقيقي ده كان عيد ميلاد عمته، عملناه هناك، وكان فعلا يوم جميل جدا. وكمان يعني روح المكان حلو، بما انه بقى في تهوية حلو جدا منك. شايفة شارع الثروة المعدنية على طول اللي هو في حدائق الاهرام. انا برضو هسيب لكم التعليق المثبت، هيبقى فيه العنوان بالتفصيل وارقام التوصيل وكل حاجة خاصة بالمطعم. زي ما انتم شايفين ده شارع الثروة المعدنية، البوابة الاولى حدائق الاهرام. طبعا الناس اللي من حدائق الاهرام عارفين الشارع ده كويس، هو ده الشارع الاتجاه ده. انا حبيت اصور لكم من تحت عشان تبقوا عارفين هو اني داخله بالظبط. دخلت البوابه الاولى حدائق الاهرام شارع الثروه المعدنيه. من الدخله دي كده المحلات اللي تحته مميزه برضو، هبقى اكتب لكم اسم اي حاجه مميزه جنبها. وبيطلع كده السلم ده. المحل زي ما انتم شايفين هو تاني او تالت محل على طول اول ما تطلعي الدور اللي فوق. هو ده زي ما انتم شايفين كده. المكان جميل والتهوية بتاعته حلوة جدا، وعلى الشارع العمومي زي ما انتم شايفين. المقطع اللي جاي على طول وانا باكل بقى بنفسي، تابعوا كده وشوفوا. عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم ريفيو مختلف تماما عن مطعم اسمه تشيكن بوكي. حقيقي بجد بنصح اي حد من حدائق الاهرام يجي هنا. الطعم والكواليتي والنظافه بتاعت الاكل حاجه خيال. بصوا الطعم والكريسبي قد ايه كريسبي. اقسم بالله انا دخلت مطاعم الفرنش تشيكن دي كتير، عمري ما دوت الطعم ده ابدا، ولا النظافه دي ولا الكواليتي ولا الحاجه اللي متقدمه لي. حاجه طازه، حتى الكايزر طازه، البطاطس لسه معموله فريش، مفيش حاجه بارده متقدمه لي تماما. الصراحه مطعم في منتهى الجمال. بنصح اي حد في الحدائق الاهرام او بره، عشان هم عندهم هنا خدمه التوصيل في اي مكان في نطاق حدائق الاهرام. بدعي له ان ربنا يوفقه، لانه فعلا تعب على المحتوى بتاعه. المحتوى جميل ومتعوب عليه بجد، فبدعي له بالتوفيق. اهم حاجه هسيب لكم عنوان المطعم في اول تعليق مثبت، وفي الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو على طول اسفل الفيديو هتلاقوا سهم، هو ده عنوان المطعم بالتفصيل، وارقام التوصيل برضه هحطها. بلس بقى كل الجمال والطعم الحلو بتاع الفرايد تشيكن ده. كمان عندهم استعداد كامل لعمل اعياد الميلاد. زي ما انتم شايفين كان عيد ميلاد عمته، وهوريكم كمان قد ايه اليوم كان حلو ولذيذ.
برافو انا وانت صندر يوم. جدا لو سمحت.